برئاستنا للتحقيق في ظروف هذا الاعتداء، والتي جمعت الأدلة من موقع الاعتداء تضمنت شظايا مقذوفات المدفعية الثقيلة من عيار 155 مليم، والتي يستخدمها الجيش التركي في المنطقة المحيطة بالمصيف. وستقوم هذه اللجنة أيضاً بمهام وضع الخطوط العامة لإدارة هذه الأزمة. السيد الرئيس، إن هذا العدوان دليل ملموس أمام المجلس على استمرار تركيا بتجاهل مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها العسكرية المستمرة للسيادة العراقية وسحب قواتها العسكرية من الأراضي العراقية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فمنذ عام 2018 تم توجيه 296 مذكرة رسمية ثنائية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إلى نظيرتها التركية للاحتجاج على هذه الانتهاكات، والتي بلغ مجموعها أي مجموعة الانتهاكات 22,742 انتهاكاً ولحد الآن، والموثقة بموجب الرسائل المتطابقة البالغ عددها 8 رسائل متطابقة موجهة من المندوب الدائم لجمهورية العراق إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والصادرة كوثائق رسمية من وثائق مجلس الأمن، آخرها الوثيقة التي صدرت بالرمز S/2022/500 في 23/6/2022. وقد سبق كذلك أن لجأ العراق إلى مجلسكم الموقر بعقد جلسته رقم 7589 عام 2015 بشأن التوغل العسكري التركي داخل أراضيه، وطالب العراق المجلس آنذاك بإصدار قرار يتضمن إدانة هذا التوغل وسحب تركيا لقواتها العسكرية من الأراضي العراقية. لكننا في هذه الحالة قد توجهنا إلى مجلسكم الموقر مباشرة لتقديم شكوى وتوثيق جريمة ضد الإنسانية ارتكبها الجيش التركي في وضح النهار وفي منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة غير شرعية. نندد أمام المجتمع الدولي من جديد بالتواجد غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية، ونحذر من استمرار السلوك العدواني للجيش التركي الذي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وسط حالة من الغضب الشعبي العارم الذي يحتاج العراق من الجنوب إلى الشمال في كردستان العراق. كما نجدد شجبنا لقرار البرلمان التركي الذي اتخذه في تشرين الأول 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق لمدة 2 سنين، ونؤكد على أن هذا النهج لن يسبب إلا فقدان الأمن للجميع. تؤكد حكومة العراق سيادة الرئيس على تمسكها بنهج يدعو إلى حل الخلافات المتراكمة عبر القنوات الدبلوماسية والحواري وبناء المصالح والتعاون المشترك. وعلى هذا الأساس ندعو المجلس بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين من خلال إصدار قرار عاجل يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية بإشراف كامل من المجلس، وتحميلها تبعات رفض ذلك لإنهاء معاناة الشعب العراقي من الاعتداءات التركية المستمرة على أجواء وأراضي
وسيادة العراق. كما نطالب المجلس كذلك بإضافة بند الحالة بين العراق وتركيا على أجندة أعمال مجلس الأمن، نظراً لتكرار الخروقات التركية للأراضي والأجواء العراقية منذ سنوات عدة، التي تسبب وقوعاً مستمراً من الضحايا المدنيين العراقيين العزل، وتوسيع عدد ومساحة تواجدها العسكري غير الشرعي على الأراضي العراقية. سيد الرئيس، سنسمع بلا شك من الجانب التركي اليوم ولاحقاً مسوغات غير قانونية عدة بشأن تواجد قوات بلاده العسكرية داخل الأراضي العراقية، متذرعاً بحجج لا أساس لها، مرتبطة بمشكلة داخلية تركية متصلة بحزب العمال الكردستاني التركي PKK، ومزاعم وجود اتفاق مع العراق تسمح بالتواجد العسكري التركي داخل الأراضي العراقية لمعالجة هذه المشكلة التركية. وسيكرر كذلك استخدامه غير القانوني للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في تبرير تصرفات بلاده في انتهاك السيادة العراقية، التي تستوجب هذه المادة ذاتها أن تعلم تركيا مجلس الأمن بما تقوم به من خروقات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وهو الشيء الذي لا تقوم به، وبالتالي لا تنفذ المادة التي تستعين بها، بل تخرق ميثاق الأمم المتحدة. وبسبب هذا الوضع نؤكد أمام المجتمع الدولي أجمع ومن خلال المجلس الموقر بعدم وجود أي اتفاق أمني بين العراق وتركيا بشأن السماح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني التركي PKK، مقابل إصرار تركيا على وجود هكذا نوع من الاتفاق. كما نذكر بأن الجانب التركي هو المتسبب بهذه الأزمة من الأساس، من خلال مبادرة أنقرة مع حزب العمال الكردستاني التركي PKK عام 2013، المتضمنة في إحدى فقراتها مطالبة مسلحي الحزب بالانسحاب من تركيا إلى داخل الأراضي العراقية، متجاهلين بشكل كامل مشاغلنا الأمنية وحقنا السيادي على أراضينا. وأكدت الحكومة العراقية أن هذا الإجراء يشكل تهديداً للأمن والسلم في العراق والمنطقة، وتم إحاطة المجلس بذلك برسالة موجهة من وزير خارجية العراق الأسبق إلى رئيس مجلس الأمن في أيار 2013.